مرحبا. اليوم احنا عم نفك لغز الكسر اللي صار بمدريد بشهر واحد. القصة مش قصة مدرب راح ومدرب اجا، القصة هي معركة حقيقية بين البروفيسور وهيبة النادي الملكي. الكل شاف تشابي ألونسو وهو بيحاول يحول البرنابيو لمختبر تجارب، بس النتائج كانت انتحار تكتيكي كامل الأركان. الملكي كان بيلعب كرة روك اند رول على الورق، بس بالحقيقة صنع قفز ذهبي خنق أحسن لاعبيه. البروفيسور اجا ومعاه دفاتر فيها 200 تعليق تكتيكي لكل حصة تدريبية. هاي اللي منسميها هندسة الجلطة، لما تخلي اللاعب يفكر بكل خطوة بدل ما يلعب بالفطرة. والنتيجة الفريق صار عنده جمود قاتل، بمجرد ما الخصم يكسر الضغط الأول الدفاع بيتحول شوربة. وقف عندك. بتعرف انه مدريد بنهاية 2025 كان بياخد وقت أطول ب 2.1 ثانية كاملة بس عشان يرجع يغطي دفاعه؟ يعني حرفياً دفاع الملكي كان نايم بالعسل، والخصوم فاتحين أوتوستراد بنص الملعب بطول 25 متر. هاي مش مجرد غلطة، هذا انهيار تكتيكي بفاتورة شارع مفتوح الملكي دفع ثمنها غالي. إذا كنت شايف إنه فينيسيوس جونيور اتعرض لانتحار تكتيكي وانحبس بسجن الجناح اليمين عشان يرضي كبرياء السيستم، اكتب بالكومنتات واشترك بالقناة هسا. هون منكشف الحقيقة والبيانات اللي الاستوديوهات خايفة تحكيها. ألونسو كان عنده نسبة فوز 70%، بس داخليا الفريق كان عم بتاكل. كان في شيء اسمه سوسة الانهيار، الفريق بينهار آخر 20 دقيقة لأنهم مش جاهزين بدنيا. البروفيسور رفض يشتغل مع بنتوس، والنتيجة كانت إصابات وانهيارات جسدي خلى الفريق يسلم المباراة بأي لحظة. وقف، اسمعني منيح. كل اللي حكيته إلك قبل شوي كان مجرد تشتيت. الحقيقة إنه ألونسو ما فشل عشان غياب التكتيك. الكذبة اللي صدقناها كلنا هي إنه السيستم والبيانات أهم من روح المدريديستا والقيم اللي بيمثلها القميص الأبيض. هون دخل الكابتن. أربيلوا ما جاب دفاتر جديدة، هو ببساطة كب الدفاتر وبدأ من القيم. رجع فينيسيوس لعرشه على اليسار، سحب الدفاع 10 متر لورا عشان يسكر الأوتوستراد اللي كان فاضحنا. والنتيجة الأهداف زادت 38% والدفاع صار صلب مثل الحديد. هاي مش معجزة، هاي مومنتم ماستري رجعت الروح للفريق قبل التكتيك. يا شباب، الموضوع أعمق بكتير من مجرد تبديل أسماء. إحنا عم نفكك حالة من الجمود القاتل اللي أكلت الأخضر واليابس في الفريق. ألونسو دخل على النادي ومعاه دفاتر مليانة تعقيدات، والنتيجة كانت هندسة الجلطة اللي خنقت الموهبة. تخيل نظرة الضياع بعيون جود بيلينغهام وهو عم يفتل حوالين نفسه مثل اللي ضيع مفاتيحه بالعتمة. جود اللي كان يحرث الملعب صار وجهه يحكي خلصوني من هالكرة، وأكتافه نزلت للأرض لأنه عارف إنه صار صيد سهل وعم يتعرض لعملية خنق قدام عيون الجماهير. هذا اللي بصير لما تحاول تفرض سيستم أصم على نجوم بيعيشوا على الفطرة. فصار بيلينغهام محبوس في مناطق ظل تكتيكية، وضاعت الكرة بالنص مثل ما بضيع الحق بمحكمة ظالمة. ركزوا معي هون، لأنه فاتورة الشارع المفتوح كانت غالية كتير. الملعب صار أوتوستراد بلا نهاية، والمدافعين صاروا مثل اللي واقفين على جسر مشاة عم يتفرجوا على سيارات سريعة عم تمرق من جنبهم. احنا بنحكي عن مسافة 25 متر بين خط الوسط والدفاع، كانت حرفيا اوتوستراد مفتوح لأي خصم. ارجعوا شوفوا ملامح كورتوا وهو عم يصرخ ويخبط بالأرض من القهر، كأنه عم بيشوف كارثة هندسية عم تنهار قدام عيونه وهو مش قادر يسوي إشي. هذا الانهيار البدني والتكتيكي في آخر 20 دقيقة هو اللي منسميه سوسة الانهيار. والوجع الأكبر كان الجوكر فينيسيوس جونيور. تخيل البروفيسور قرر إنه يضحي بملك المراوغات ويحبسه في سجن الجناح الشمال بس عشان يرضي السيستم ويفتح مساحة لمبابي. هون الجمهور حس إنه ألونسو باعنا بالرخيص. لمسات فينيسيوس في منطقة الخطر نزلت من 38 لمسة ل 24 لمسة بس، وهذا هو انتحار تكتيكي بعينه لما تخنق أحسن سلاح عندك عشان ترضي غرور الورقة والقلم. ومش بس هيك، الفريق صار عنده جمود قاتل في رد الفعل.
تخيل منظر روديجير وهو عم يحاول يدور بجسمه مثل شاحنة عم بتلف بدخلة ضيقة، وجهه مليان رعب وهو عم يشوف المنافس عم يطير جنبه كأنه سفاح، والجمهور بالمدرجات حاسس بجلطة تكتيكية. الفريق تحت ايد ألونسو كان بياخد 4.8 ثانية عشان يرجع يغطي مكانه، بينما مع الكابتن أربيلوا في ليلة بنفيكا صار الموضوع بياخد 3.2 ثانية بس. هذا الفرق هو اللي بيخليك ما تكون نايم بالعسل وتمنع الخصم انه يفتح فيك شوارع. يا جماعة ليلة 17 فبراير ضد بنفيكا كانت الماستر بيس تبعت أربيلوا، الفريق اللي كان يستقبل 1.34 هدف متوقع ضد أي فريق عادي. خنق بنفيكا مورينو ومنعهم حتى يتنفسوا. بنفيكا ما طلعوا غير ب 0.47 هدف متوقع طول المباراة، ما لمسوا غير 3 تسديدات بس. أربيلوا ما فلسفها، هو بس استعمل خط التماس كأداة خنق وعمل زيادة عددية على الأطراف ب 18 ضغط ناجح خلت بنفيكا يرموا الكرة رمي. بيني وبينكم هاي اللقطة بتحرق دم أي مشجع. فكرة إنك تشوف لاعب بقيمة فينيسيوس عم بيعاني عشان بروفيسور حابب يثبت نظرياته على حساب هيبة النادي هي قمة القهر. هذا النادي هو مدريد، نادي اللحظات والروح، مش مختبر بيانات لمدرب مفكر حاله أكبر من الشعار اللي عمله أربيلوا إنه رجع لمدريد كرامته الكروية قبل التكتيك. يا عالم هذا اللي صار بفينيسيوس هو خيانة للهوية. لما تبيع نجمك بالرخيص عشان ترضي غرور تكتيكي انت عم تبعت رسالة غلط لكل الفريق. هذا المقطع لازم يوصل لكل مدريدي لسه بدافع عن هندسة الجلطة. ابعتوا لصاحبكم اللي لسه مصدقين انه ألونسو كان مظلوم. مدريد رجع للأقوياء والأوتوستراد تسكر للأبد. الحقيقة المرة اللي كشفناها هي الانقراض التكتيكي لهوية مدريد تحت إيدين ألونسو. هو حاول يحل مشكلة بدنية ونفسية بعد صفقة مبابي بحلول جراحية جافة وباردة، ونسي إنه البرنابيو بده روح قبل التكتيك. ألونسو صنع قفز ذهبي، بينما أربيلوا فهم إنه مدريد محتاج درع مرن يعتمد على القيم والصلابة. أربيلوا ما جاب علم جديد، هو بس رجع هيبة القميص الأبيض. حكم المتى تكتيك منتهي الصلاحية. نظام ألونسو مع مدريد طلع خردة تكتيكية وما بيناسب جينات النادي. السيستم اللي بيحبس الجوكر وبيفتح أوتوسترادات في الدفاع هو سيستم فاشل بامتياز. أربيلوا رجع المتى الحقيقي: البساطة، القوة البدنية، وتحرير النجوم اللي بيصنعوا الفارق في اللحظات الصعبة. تعليمات الكابتن لإعادة الهيبة: 1. فك قيود الجوكر. فينيسيوس رجع لعرشه على اليسار، لمساته قفزت ل 38.5 لمسة وصار يرقص بالمدافعين بتقريبا 6 مراوغات ناجحة. 2. تسكير الشوارع، سحب الدفاع 10 متر لورا، لغى الأوتوستراد والأهداف اللي بيستقبلها الفريق نزلت بمقدار 25%. ساتر الحماية، فالفيردي وتشاوميني 3+1 لتثبيت الدفاع قبل ما تبدأ الهجمة أصلاً. 4. قتل سوسة الانهيار، شغل بنتوس البدني رجع، استرداد الكرة زاد والفريق صار يركض لآخر ثانية. 5. تحرير المبدع، أردا جولير بيفوت مبدع بيكسر التكتل بلمحة واحدة بدون تعقيدات. 6. القيم قبل الدفاتر، رمينا التعقيدات وركزنا على الروح. النتيجة معدل الأهداف ضرب ال3 بالمباراة بزيادة تقريبا 40% عن أيام البروفيسور. يا جماعة مدريد انتقل من انتحار تكتيكي لسيادة الزخم. راهنوا على أربيلوا في المباريات الكبيرة، الرجل رجع الDNA الأصلي. بس السؤال القوي: هل الفريق هيك صار كامل ولا لسه في جمود قاتل في بعض المراكز ومحتاجين فيتينا عشان يكمل الصورة؟ هل بدكم نكشف أسرار ميركاتو 2026 وكيف الكابتن أربيلوا عم بخطط للمستقبل عشان يسد كل الثغرات؟ احكولي. سلام.